السلام عليكم. شنو هو الفرق بين الليرام وليكوغراف او التلفازه الدارجه؟ اول حاجه، الليرام هو الفحص والتصوير جد متقدم، في حين التلفازه او الليكوغرافي كيكون تصوير اولي. يعني في الاول كيطلب الطبيب باش يشوف يدي فكره او لا انه يشوف شي حاجه. الهدف ديال الليكوغراف هو كيف ما قلنا كشف اولي وتوجيه التشخيص، في حين الليرام هو تشخيص دقيق. يعني كنبغيو نشوفوا الدقه والتفصيل. المبدأ العمل، ليكوغراف كيخدم بالموجات الصوتيه، واللي رام كيخدم بالمجال المغناطيسي زائد الموجات الراديويه. كيف ما قلنا ليكوغراف يفضل كخطوه اولى، واللي رام كيخدموا به ملي كيشكوا في شي حاجه او اللي كيبغيو اكثر دقه. بجوج بهم ما فيهمش اشعاع. بجوج بهم امنين. غير ليكوغرا اللي رام كيخص الانسان ما يكونش عنده الحديد في الجسم ديالو، بحال اللي عنده بيس ميكر، يعني الساعه ديال القلب او الحديد في الجسم ما يقدرش يديرو لانه فيه مغناطيس، في حين ليكوغراف امن. الحامل كتقدر دير ليرام عند الضرورة فقط، بإشراف طبيب وبطلب منه هو اللي كيعرف. في حين ليكوغراف كيخدموا به المرأة الحامل بدون مشكل. الدقة، ليرام عالي جدا في الدقة، وليكوغراف متوسط حتى جيد. بالنسبة لليكوغراف كيمكننا باش نشوفوا السوائل ديال الجسم والأعضاء اللينة، حتى ليرام كذلك كيشوف الأعضاء اللينة، ولكن هو كيشوف أكثر الأعصاب، الغضروف والدماغ، كيعطي صور جد واضحة ودقيقة. بالنسبة للعظام، ليرام محدود في الصور ديالو، والليكوغراف تا هو ضعيف. بالنسبة للحركة، ليرام كيتأثر بالحركة. إلا المريض تحرك كيأثر على جودة الصورة، في حين ليكوغراف ما عندوش مشكل في الحركة، بالعكس كنصوروا به الجنين كيتحرك، كنصوروا به القلب يتحرك. بالنسبة للمدة، الليرام طويلة والليكوغراف قصيرة. الليرام فيه واحد الصوت والليكوغراف هادئ. الراحة، الليرام كيتعتبر بالنسبة للبعض غير مريح بسبب الصوت، واللي في حين الليكوغراف مريح ما فيش صوت. قبل الليرام كيخصنا نحيدو المعادن من الجسم اللي كنقدروا نحيدوها بطبيعة الحال من أجل السلامة، في حين الليكوغراف ما عندوش تحضيرات.